تخيل تبقى ماشي في الشارع وفجأة تشوف أمين شرطة واقف في عز الحر في قلب العربيات بيوقف فيها، مش علشان يدي العربيات مخالفة لكن علشان يساعد راجل كبير معدي في الشارع، وفي نفس اللحظة بيلاغي بنت صغيرة وبيبوس إيديها وهي ماشية مع مامتها. أو بيرد السلام على سواق التاكسي أو سواق الميكروباص اللي معدي بيقول له صباح الفل أو مساء الفل يا عم إبراهيم. مشهد غريب؟ لأنه نادر جدا وصعب يحصل، ولكن حصل في المنصورة في وسط الزحمة والدوشة والحر وكلاكسات العربيات. لو نزلت المنصورة بتلاقي راجل أمين شرطة اسمه عم إبراهيم. كونهم بينادوله بعم إبراهيم ده مش علشان خاطر هو كبير في السن، بس علشان الراجل ده قدر يكسب محبة كل الناس، سواء السواقين أو حتى اللي ماشيين على رجلهم. اللي بتشوفه دلوقتي مش مشهد من فيلم ولا حملة دعائية، ولا الراجل ده كان قاصد أصلا إنه يتصور أو يطلع على السوشيال ميديا، لكن طريقته واسلوبه قدر يكسب محبة الناس واحترامها ومحبة الكاميرا ليه، ان الناس تروح تصوره حتى وهو مش واخد باله وينزلوها على السوشيال ميديا ويشيدوا بيه. يعني ممكن تشوف عم ابراهيم وهو واقف بيساعد راجل كبير انه يعدي الطريق، او ست كبيرة انها تعدي الطريق، أو هو بيهزر مع بنوتة صغيرة ماشية مع مامتها وبيبوس إيديها. الحقيقة إنه رغم الزحمة وحرارة الشمس وسنه الكبير نسبياً، إلا إن ملامحه ما اتغيرتش، نفس الابتسامة، نفس البشاشة. بيوقف العربيات وبينظم المرور ولكن في نفس الوقت بيوزع طاقة إيجابية وكأنها هدية لكل حد بيعدي من قدامه، سواء ماشي على رجليه أو راكب عربية. الناس اللي على السوشيال ميديا سموه عم إبراهيم مش بس علشان اسمه كده، ولكن علشان اعتبروه واحد قريب منهم، جارهم، عمهم، حد شبههم بيعرف يتعامل معاهم بلطف حتى في أصعب المواقف. في النهاية عم إبراهيم مش مجرد رجل شرطة أو أمين شرطة واقف في المرور، ده رسالة لكل واحد موظف في أي مكان. ممكن تكون في وظيفة صارمة، لكن برضه ممكن في نفس الوقت تبقى إنسان رحيم بكل اللي حواليك. مش شرط تهزر وتضحك، ولكن لو اكتسبت جزء من الرحمة في التعامل مع الناس اللي حواليك، صدقني هتبقى مؤثر والناس هتحبك أكتر، من غير حتى ما تتكلم ولا تقول لهم أنا موجود أهو بعامل الناس بكل طيب خاطر وبكل مودة ومحبة. ففي النهاية بتمنى كل موظف يبقى زي عم إبراهيم في حياته، مش بس الموظفين بس، بتمنى كل واحد بيقدم خدمة للناس أو بيساعد الناس يبقى زي عم إبراهيم وأحسن من عم إبراهيم في حياته. تحياتي ليك يا عم إبراهيم، تحياتي ليك يا راجل طيب. بس كده.